تخيل انك تشتري قطعة ارض بمليون دولار وهي اصلا مش موجودة في الواقع. احنا مش في فيلم خيال علمي، احنا في عصر اقتصاد الميتافيرس، العصر اللي فيه الحدود الجغرافية ما بقاش ليها وجود في قاموس البيزنس. في شركات عالمية النهاردة بتبني مصانعها ومطاعمها مرتين، مرة في الواقع ومرة في عالم موازي. احنا مش بنتكلم عن خيال، احنا بنتكلم عن تقنية التوأم الرقمي اللي بتوفر مليارات الدولارات قبل ما نحط حجر أساس واحد. خليني أصدمكم بالمعلومة دي. شركة BMW بالتعاون مع انفيديا صمموا مصنع كامل افتراضي بالمليمتر. وإيه الفايدة؟ جربوا آلاف السيناريوهات من أول حركة الروبوتات لحد سرعة خط الإنتاج، وعدلوا كل الأخطاء دي رقميا قبل ما يبنوا المصنع الحقيقي. النتيجة كانت كفاءة الإنتاج زادت بنسبة 30% من اليوم الأول. الميتافيرس هنا مش لعب، ده محاكي للواقع بيمنع الخسارة قبل وقوعها. خليني أحكي لكم تجربة واقعية لشركة نايك. الشركة دي عملت متجر افتراضي وخلقت منتجات رقمية عبارة عن أحذية كود برمجي بس. النتيجة حققت أرباح تتخطى ال 200 مليون دولار من مبيعات حاجات ما بتتلبسش في الحقيقة. ليه ده حصل؟ لأن الجيل الجديد بيصرف ثروات على هويته الرقمية. التكنولوجيا خلتنا نتنقل من مرحلة التصفح لمرحلة الانغماس الكامل. المحل بتاعك النهاردة لازم يكون موجود في جيب العميل وفي خياله كمان. في إنجاز بنؤمن إن الواقع المعزز هو الثورة الجاية في تجارة التجزئة. العميل بيشوف العفش في بيته أو بيقيس الهدوم وهو في مكانه قبل ما يدفع جنيه واحد. دي مش رفاهية، دي هندسة قرار الشراء. اللي مش هيحول متجره لتجربة بصرية تفاعلية هيفضل مخزن متغطي بالتراب. وإن القوة الجاية هي اقتصاد الحواس. التقنيات الجديدة هتخلي العميل يلمس خامة القماش أو يشم ريحة المنتج وهو ورا الشاشة. ده مش سحر، دي هندسة الانغماس. اللي بيبيع صورة النهاردة بكرة هيبيع إحساس كامل. وده الفرق بين بائع تقليدي وإمبراطور رقمي. سؤالي النهاردة، هل شركتك ليها توأم رقمي بيجرب ويغلط مكانك، ولا لسه بتجرب في فلوسك الحقيقية؟ ولكل رائد أعمال، هل شركتك بتبيع منتج ولا بتبيع تجربة بتعلق في الذاكرة الرقمية؟ أنا مصطفى شحاتة، ودي دقيقة من قلب التكنولوجيا والعالم الافتراضي اللي بيغير قواعد اللعب.